في العلاقات بين الراجل والست مهما كانت مشاكلهم بتبان كبيرة ومكلكعة، إلا إن الحكاية كلها بتكون بسيطة، محتاجة بس حبة صمت، هدوء، تفكير بالراحة علشان نقدر نجيب الزتونة. دي الزتونة مع تيسير سعد على راديو كامت، محطة على المحطة. شعب المترو العظيم، صباح الخير أو مساء الخير على حسب الوقت اللي هتسمع فيه الحلقة دي. أنا تيسير سعد وانتوا بتسمعوا برنامج دي الزتونة. النهاردة الحلقة عنوانها النكد في الستات طبع ولا عدوى؟ تفتكروا ايه؟ بصوا، في ثوابت كتير في الحياة، زي الشمس اللي بتنور وتدفي، وزي ما الهوا مهم كده علشان نتنفس ونعيش، برضو زي أغاني المهرجانات اللي صوتها عالي في كل التكاتك. في ناس بقى بتقول إنه كمان النكد عند الستات ثابت من الثوابت دي، والنكد مش بس ثابت، لأ ده أسلوب حياة كمان. وهنا بقى السؤال بيقول، هو النكد ده طبع ولا وراثة ولا مكتسب ولا حكايته إيه بالظبط؟ أكيد هو مش وراثة يعني، لأن مفيش جينات نكد مثلا، بيتهيأله إنه طبع أو مكتسب. بصوا، زمان يوليوس قيصر كان بيقول إن النكد والكآبة عدوى، والضحك والسعادة كمان عدوى. وعلى رأي كده جدتي زمان كان بتقول من جور السعيد يسعد. طيب هما مين النكديين دول؟ بصوا، ينفع نقول ان النكديين دول هم اللي بيزعلوا وينكدوا، ومش بس كده، لا دول كمان بيقرفوا كل اللي حواليهم، وده كله في وقت ما ينفعش فيه نكد خالص. زي مثلا اللي تتكلم كده مع جوزها في قصاد مدرسة الأولاد وهو عازمها على العشاء بره، ولا اللي تعيط بقى في فرح بنتها بطريقة تضايق وتنكد على كل المعازيم ويعني تخليهم يقرفوا من الفرح، ولا اللي تفتكر حد ميت لها لما تبقى في مناسبة حلوة، ولا مثلا اللي بيزوروا المقابر في أول يوم العيد. عارفين انتوا الناس دي؟ نقدر نقول على كل دول إنهم نكديين. الغريبة إن معظم الناس دي، إن ما كانش كلهم يعني، بيكونوا ستات. بصوا، هو طبعا في رأي تاني هيطلع لي دلوقتي يقول لي إنهم مش نكديين ولا حاجة أبدا، كل الحكاية إنهم محسوكين شوية، بيحبوا كل شيء مظبوط بميزان، وإن الرجالة دي بتحب تعمل كل اللي على كيفها ومحدش يحاسبها. بصي، ممكن وجايز، ممكن، بس مش دايما. انت ممكن تحاسبيه بس في الوقت الصح. يعني مش هو يجي يفاجئك انه عازم صحابه على الغدا، تقومي انت تعملي له بقى مفاجأة جامدة جدا، وتكون المفاجأة دي عبارة عن عقاب بانك ما تعمليش غدا اساسا. هنا لازم يكون في اسلوب ما بينكم وطريقة تعامل المفروض يعني تتفقوا عليها من الاول. مهما كان الراجل بيحب الست الحلوة، إلا إنه حتى لو اتجوز واحدة حلوة بيبقى عاوزها دمها خفيف، روحها حلوة، فرفوشة كده، يعني بيحب الضحك والهزار. أما النكد بيهرب منه وبيخرج يضحك بقى هو ويفرفش مع أصحابه بره، وانت جوه البيت بتهري كده وتنكتي في نفسك. طب تفتكري لما تزعلي المشكلة تتحل؟ النكد والزعل ليه عيوب كتير قوي، ومالوش ولا ميزة واحدة. انك تضحكي في وشه وتدعي ربنا يفتحها عليه احسن ما تنكدي وتكشري وهو يدعي ربنا يفتحها في وشك يا شيخة 10 غرز. وهي دي الزتونة. كنتوا بتسمعوا تيسير سعد في برنامج دي الزتونة على راديو كامت، محطة على المحطة. كنتم مع دي الزتونة مع تيسير سعد على راديو كامت، محطة على المحطة. راديو كامت، محطة على المحطة.